السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وعزيزاتي، رجعت لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد عن مفاجأة كتير بدها تكون طيبة وتاكلوا أصابعكم وراها وصدقكم أم جدكم ما أكلت منها. هي حرة إصبعه. حرة إصبعه هي أكلة مشهورة كتير ببلاد الشام، وبطير أنا عليها الكبار والصغار. كتير سهلة وما بدها شي. حاخدكم خطوة خطوة. مكوناتها على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي بدكم كاسة عدس بني، هذا نغسله ونسلقه. بدنا كاسة معكرونة، بدنا كمان نسلقها لحالها بالميتها ونحط لها ملحاتها. بدنا خبز مشان نحمصه، رغيف خبز. وبدنا جرزة كزبرة كمان بدنا نحمصها بالزيت، نقليها بالزيت. وبدنا راس توم كمان قشرناه وبدنا كمان نقليه بالزيت مع الكزبرات. وبدنا بصل قروش قروش، بدنا كمان نقليها حتى تصير بنية غامقة مشان نحطها جواتها وبراتها على مشان نزينها. بدكم مثل ما شايفين حمض، دبس رمان، بدكم ملح وفلفل، بدكم زيت زيتون مشان نحطه جوات الطبخة، وبدكم زيت للقلي. هذا انا بحبه، هذا زيت العنب، بذر العنب، هذا اتركن عليه لا بطالع ريحه ولا بطالع طعمه. وهلا باخذكم خطوه خطوه ولا كلكم فكره ولا تتضايقوا، كله سهل. باخذكم خطوه خطوه، بمسك ايديكم بتمشوا معي ولا احلى منه. يلا برجع لكم. شايفين غسلت العدسات، حطيتهم بالمي على النار مشان اغليهم ويستووا. بدهم وقت، هدول العدسات بياخذوا وقت. لا تحطوا لهم ملح ولا تحطوا لهم شيء بالمي تبعهم حتى يستووا، والا ما بيستووا اذا حطيت لهم ملح اول. وهلا كمان مثل ما هون شايفين كمان عم سخن الميات تبع للمعكرونه. حطيت لهم شويه زيت زيتون وملح. هدول معلش للمعكرونه حطيت لهم ملح وزيت زيتون مشان ما يلزقوا على بعضهم للمعكرونه. بس العدسات لا تحطوا شيء بالمي لحتى يستووا. هلا عم يغلوا العدسات. هون سقطت المعكرونات هلا وحركتها. العدسات بتعرفون استووا وتصير القشرة بتطلع بسهولة. بصير هدول استووا. بعدين بنخلطهم مع المعكرونة وبنحط لهم زيت زيتون وبنحط لهم توم وكزبرة خضرة بعد ما قليناهم جواتها، بنحركها بعدين بنزينها. وطبعا مثل ما قلت لكم بدها دبس رمان وبدها حمض وبدها ملح وبدها بهار على حسب الرغبة. أرجيكم إياها خطوة خطوة. هلا وأنا عم بستنى العدسات والمعكرونة تستوي، ححمص الخبز وبعدين بحمص الكزبرة والثوم وبعدين بحمص البصلات كله لحاله وبرجع لكم. حمصت الخبزات، هلا صار دور البصلات. شايف شلون حتى يغمقوا ويصيروا كتير غامقين وممرين. وهي المعكرونة عم تستوي وهي العدسات كمان عم يستووا. إذا نقصوا مي حطوا لهم شوية مي ها، يعني ديروا بالكم عليهم. هدول غاليين، هدول عزيزين علينا وعليكم. هي حرة اصبعه، مو قليلة اوعكم. هذا مثل ما شايفين قلينا البصلات لك شلون صاروا غامقين ولا احلى منهم. حطيت لهم ورقة تحتهم مشان تغب الزيت. وهلا قليت الكزبرة والثوم وطبيت تحتها. وهلا هي استوت المعكرونة. وهي هلا شايفين شلون حطيت لها شوية مي زيادة لأنه عم ينقص ميتها هي العدسات. فهلا استووا. في حط العدس هلا على المعكرونة. برجع لكم. هلا مثل ما شايفين خلطت العدسات مع المعكرونة وحطيت لهم زيت زيتون أصلي. حطيت لهم هلا عم خليهم كمان يستووا أكثر وبتنشف مرتهم شوي ثانية. شايفين شلون هلا بدي أحط لهم شوية كزبرة وثوم وبدي أحط لهم دبس رمان وحمض وملح وبهار حسب الرغبة. حطينا شوية بصل كزبرة وثوم وهي دبس رمان 3 معالق. بدي احط 3 معالق، 1 2 و3 ونشوف بعدين بدنا زيادة نقصان مشان ما يغمق لونها كثير. بنحط حمض ليمون اذا بدنا كمان. مثل ما شايفين حطيت لها 3 معالق دبس رمان ومعلقة طعام حمض ليمون، شوية ملح وفلفل، ودقناها مشان الملح يعني مشان اللي بده زيادة نقصان. شايفين شلون؟ هلا بنطفي تحتها وبنحطها بصحن حلو بنزينها وبنرجيكم اياها. هلا مثل ما شايفين سكبناها بصحن حلو. هلا بنخليها تبرد قبل ما نزينها. بنخليها تبرد قبل ما نزينها. بدنا نزينها بالخبز صفوف صفوف، بالبصل وبالثوم وبالكزبرة. هلا بنرجع لكم بس تبرد شوي. برجع لكم. اوعكم تروحوا، تعالوا خليكم معنا لا تغيروا المحطة. شايفكم
ورجعنا لكم بأحلى صحن حرة أصبعه عالمية، ريحة طيبة، طعم لذيذ، شكل جيد جدا ممتاز. الله أكبر، تكبير، ما شاء الله. الله يرزقكم يرزقنا، يحميكم يحمينا، ويطعمينا ويطعميكم بالجنة وبالدنيا وكل الأوقات والمناسبات، ولا يحرمكم ولا يحرمنا. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. وأحلى حرة أصبعه ستكم أمجدكم ما أكلت منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.